إني استخرت الله وتوكلت على الله وقبلت زواج. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طب يا جدعان، الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده زي ما انت ما شفت العنوان والصوره المصغره وزي ما انت ما شايف الدبله دي في ايدي كده، ايوه انت دخلت على الفيديو الصح. قبل ما اتكلم في اي حاجه انا حابب بس الاول اقدم اعتذاري كامل جدا لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ان انا ما قدرتش اشارك معاكم ده في الوقت اللي احنا فعلا عملنا فيه كده. طيب انا ما شاركتش معاكم لعده اسباب، منهم السبب الاولاني ان انا يا جدعان يعني ما كنتش عايز اعلن اي حاجه على السوشيال ميديا ما بيني وما بين خطيبتي في البدايه، علشان خاطر لو كان حصل مشكله او كان حصل حاجه او حسد او وطبعا كلنا عارفين ان الحسد مذكور في القران، فما كانش ينفع اعمل اي حاجه علشان خاطر لو كان حصل مشكله ما يكونش في يوم من الايام ظهرتها على السوشيال ميديا او. في الفيديو بتاع النهارده انا هلخص لكم كل حاجه حصلت من البدايه لحد اليوم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. انا عرفت مراتي ازاي وخطبتها امتى ولبسنا الشبكه امتى وكتبت كتابي امتى، كل حاجه هعرفها لكم. بس كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده اهم حاجه كل اللي انا طالبه منكم انكم تدعوا لنا دعوه كويسه في الكومنتات تحت، والنقطه الثانيه انك انت تنزل حالا تعمل لايك. اللي هيعمل لايك للفيديو ده هو اللي هيبقى فرحان ليا فعلا من قلبه، واللي مش هيعمل لايك هو اللي هيبقى زعلان على الخطوه اللي انا خدتها. وفي اخر الفيديو في امور بسيطه هبدا ان انا اوضحها لكم، علشان خاطر في ناس كتير قوي منكم خايفه ان انا باكر بعد ما اتجوز ممكن يسيب التيم او لا. هرد على النقطه دي بس في اخر الفيديو خالص. والناس بقى اللي عايزه تتابع الفيديوهات الجايه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان تتابع وتشوف كل الفيديوهات الجديده. المفروض ان التفاصيل كامله هبدا احكيها لكم دلوقتي واحده واحده بالتفاصيل الممله، بحيث انكم تبقوا عارفين كل حاجه عن حياتنا زي ما احنا ما وعدناكم. الحلو والوحش بنصوره، اي نعم احنا اجلنا الحلو شويه وما اعلناش عن الحلو ده لعده اسباب انا وضحت لكم منها كذا سبب في البدايه. المفروض اننا كنا في فرح احمد عماره، الفرح ده كان 9/10/2023. تاني يوم الفرح اللي هو 10/10 ده كان اول يوم ابدا ان انا اتكلم فيه مع مراتي. علشان ابقى دقيق بالتفاصيل الممله، كان الكلام دوت حوالي الساعه 1:30 او 2 بالليل. بدأت أتكلم معاها بالظبط من 10/10 لحد 15/11 اللي هو بالظبط 35 يوم. في ال 35 يوم دولت كان فترة تعارف في البداية خالص، ويوم 15/11 المفروض إن أنا خدت أهلي ورحت علشان أتعرف على أهلها أو أتقدم لها بمعنى أصح، بحيث إن أنا محسوبكم يا جدعان يعني ما بيحبش اللوع ولا بيحب اللف ولا بيحب الدوران ولا أقعد بقى أتكلم وأمسك التليفون وأقعد طول الليل بقى أتكلم وشغل المحن ده. أنا حرفيا المبدأ ده عندي بحس ان في حاجه غلط، تمام؟ يعني الحب ده او اللفلافه او ايا كان ايه اللي المفروض يحصل ما بين اي ولد وبنت، انا بفضل انها تبقى بعد الخطوبه، بحيث انك انت لما تحب في خطيبتك فده مش غلط، انما لما احب في واحده لا هي خطيبتي ولا في بيني وبينها اي حاجه رسمي او اي حاجه مربوطه ما بيني وما بينها، ده الغلط بحد ذاته. المفروض ان انا خدت اهلي يوم 15/11 ورحنا قعدنا مع اهلها، ولما قعدنا مع اهلها هم هناك يا جدعان سلوهم غير السلو بتاعنا خالص. يعني هم هناك في تجهيزاتهم او في الاتفاقات او الحاجات ديت هم مختلفين تماما عن الحاجات اللي عندنا هنا. دور الاهل بقى هنا في الاتفاقات اللي المفروض بقى يحصل من عندهم ويحصل من عندنا، هو ده اللي كان فيه شويه لخبطه في البدايه شويه، لان هم عندهم تجهيزاتهم حاجه واحنا هنا عندنا تجهيزاتنا حاجه تانية خالص. هنا بقى انا اتوترت وقلت بس كده الجوازه باظت والدنيا خربت. الجوازه باظت، الجوازه باظت، الجوازه باظت. بس بعدها طبعا هم يا جدعان لما يبقى في حد شاري حد، يعني لما تبقى انت واخد خطوه وشاري الناس اللي قصادك والناس اللي قصادك شاريينك، هتلاقي كل حاجه بيسهلوها، يعني بيرضوا الطرف ده وبيرضوا الطرف ده، وفي نفس الوقت لازم يخرجوا من القعده ديت والطرفين مرضيين. قالوا هنبدا ان احنا نرد عليكم واللي فيه الخير يقدمه ربنا. استنينا بالظبط 48 ساعه وجه الرد ان هم موافقين. فبناء على كده بدانا بقى ان احنا نظبط امتى ميعاد الخطوبه اللي هو امتى قرايه الفاتحه. وهنا بقى حددنا اليوم اللي هنقرا فيه الفاتحه اللي هو هيبقى يوم 15/12. طبعا الامور فضلت ماشيه تمام ومفيش اي مشاكل الحمد لله، ولا حد من العيله مات ولا الامور اتعقدت زي ما بيحصل في معظم الاوقات. خدت نفسي وخدت صحابي وخدت اهلي ورحنا علشان نقرا فاتحه اللي هو يوم 15/12. المواعيد دي بالنسبه لهم بتبقى مواعيد مقدسه ولازم ان انت تفضل حافظها ووعاك تنساها، علشان لو نسيتها حرفيا هتشوف يوم اسود من قرن الخروف. كان في برضك تصوير وقتها بس ما كناش حابين ان احنا نعلن اي حاجه على السوشيال ميديا، فهسيب لكم لقطات من اليوم اللي احنا كنا رايحين نقرا فيه الفاتحه وبعد كده نرجع على اللي هيحصل بعد كده.
قرينا الفاتحة واتبسطنا والدنيا تمام ومفيش أي مشكلة ولا في أي حاجة، وبدأنا بقى إن إحنا نرتب إزاي هنلبس شبكة وهنلبس الشبكة فين وهنعمل إيه وإيه اللي المفروض يحصل يوم الشبكة. طبعا حجزنا قاعة وكنا مجهزين بقى، والرجالة مجهزة الشماريخ والصواريخ، والدنيا قلنا هتبقى خربانة وهتبقى ولع. بس انتوا عارفين إن المواضيع ديت ما ينفعش تمشي سكينة في الحلاوة للآخر. حصل عندنا حالة وفاة قبل ميعاد الشبكة بالظبط تقريبا كده بسكة أسبوع 10 أيام. كنا مرتبين ان الشبكه هتبقى 29/12 اللي هو بعد قرايه الفاتحه بالظبط بحوالي 14 يوم، فكنا لازم نوقف الدنيا خالص في الوقت ده وما نعملش ولا فرح ولا نعمل شبكه ولا نحجز قاعه، وقلنا هنبدا ان احنا نعوض ده بعدين باذن الله. خدت بعد يوم 29/12 انا والشباب بردك خدنا سيشن محترم خفيف في البدايه علشان خاطر بردك هي ما تزعلش، لان المواضيع ديت يا جدعان بتبقى بالنسبه لنا فرحه ولازم نفرح للنهايه، بس الامور والحاجات اللي بنتحط فيها غصب عننا هي ديت اللي لازم نمنع ان احنا ناخد خطوه من دي. ورحنا يوم 29 لبسنا الشبكه عندها في البيت، وقلنا بس هنخش بقى على الخطوه اللي هتبقى بعد كده، وامتى هنبدا نكتب الكتاب بتاعنا. ما كناش حرفيا عارفين اي مواعيد خالص، وقلنا الشبكه والفرح اللي كنا المفروض هنعمله في الشبكه هنأجله بقى ليوم كتب الكتاب، نكتب الكتاب في القاعه وننبسط ونعزم الناس ونعزم صحابنا واهالينا ونفرح كلنا. لحد ما جينا في شهر 4 وحددنا ميعاد كتب الكتاب يوم 25/5 اللي هو بالظبط بقاله حرفيا شهر ونص تقريبا. اليوم ده بالنسبه لي كان يوم جميل جدا ويعتبر من افضل واحسن الايام اللي انا هعيشها او عشتها في حياتي. بس اللي ما كانش عاجبني في اليوم ده الوقت اللي بيبقى معاك ضيق، يعني كل الناس عارفه لما يبقى الامور بالنسبه لك او يوم بالنسبه لك حلو بتلاقي اليوم ده كده عدى هوا من غير ما تحس بيه ومن غير ما تشوفه خالص. فاللي ما كانش مساعدنا في اليوم ده هو الوقت. طبعا بقى انت عايز بقى تجهز نفسك واصحابك عايزين يجهزوا نفسهم، وبتاع القاعه بيبقى طالب منك حاجات لازم توديها قبل ميعادها، والعربيات والدنيا والليله والدنيا خربانه والوقت عمال زي الصاروخ يعدي مش عارف تلمحه ولا عارف توقفه علشان تظبط وتسيستم امور. بس الحمد لله قدرت ان انا اروح اجيبها من الكوافير بتاعها في اسرع وقت ممكن. يعني ممكن نكون اتاخرنا شويه عن القاعات والاهالينا قعدوا يرنوا علينا انتوا فين انتوا فين انتوا فين. طبعا كنا المفروض اصلا هنعمل ستيشن بره القاعه، بس قلنا هنعمل الستيشن جوه القاعه علشان خاطر الستيشن لو بره القاعه احنا هنروح القاعه على الساعه 1-2 بالليل نسلم عليهم وناخد بعضنا ونمشي. فلحقنا الموقف بسرعه الحمد لله، وهنا رحنا لحد القاعة وكتبت كتابي رسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله وتوكلت على الله وقبلت زواج موكلتك ابنتك البكر الرشيد اسماعيل لنفسي وبنفسي أبو بكر سعيد فتحي عبد زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداقة المسمى بيننا، وأشهدكم يا حاضرين على ذلك والله خير الشهادة. والمفروض يا جدعان زي ما انتم ما شفتوا كده كان طبعا اليوم بالنسبه لي اكمن انا طبعا بمر بالموضوع ده لاول مره. يعني دي الجوازه الاولى ليا، لسه الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله ربنا كرمنا وعشنا وطلعنا عمر. كان الموضوع بالنسبه لي في البدايه توتر جدا ان انا اصلا ابقى قاعد في قاعه وشايف ناس موجوده قدامي وده بيرقص وده بيرقص وده مجموعه شباب قاعده عايزه توجب معاك، وانت خايف تقوم من على الكرسي بتاعك علشان لو قمت من على الكرسي بتاعك بنطلونك هيتخرم والدنيا هتبوظ. وطبعا بقى انا ما واثقوش، الشباب عارفه
انا بحكي في ايه وبتكلم في ايه. اليوم عدى الحمد لله، كان لطيف جدا وكان لذيذ جدا وكلنا اتبسطنا واهالينا اتبسطوا واصحابنا اتبسطوا. ودلوقتي حاليا يعتبر كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو اللي بيحب بكر بجد هو اللي هيبقى مبسوط من الموقف او من الخطوه اللي هو خدها دي. ابتدينا بقى ان احنا نرتب للخطوه اللي بعد كده، اللي هو امتى هيبقى يوم الفرح وامتى كل حاجه هتبقى جاهزه. فدي الحكايه وملخص الحكايه ببساطه جدا. طبعا في ناس كتيره قوي منكم ما كانتش تعرف ده، وفي ناس برضك عرفت من يومين على الانستجرام. لو انت مش متابعنا على الانستجرام روح على الانستجرام هتشوف كل حاجه وهتشوف الامور كانت ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي. حبيت ان انا الخص الموضوع ليكم في فيديو صغير كده بحيث ان انا ابقى شاركتكم كل حاجه. طبعا انا اسف برضك للمره الثانيه وبقولها ان انا ما اعلنتش ده في وقتها، بس يا جدعان انا رافض تماما ان انا اعلن اي حاجه، لان انا مش هصور بمراتي طبعا على السوشيال ميديا. الموضوع ده مرفوض تماما تماما تماما. انا حبيت بس ان انا اعرفكم على الخطوه اللي انا خدتها، لان طبعا انتوا عارفين ان انا بشارككم كل حاجه حلوه ووحشه، فمش هنشارككم الوحش ونيجي على الحلو ونقول لا مش هنشارك. لا طبعا كله يفرح وكله يتبسط معانا. وباذن الله الفتره الجايه بقى اللي هو من ناحيه تجهيزات الشقه اللي هي المفروض اللي انا قاعد فيها دي اصلا شقتي، تجهيزات الشقه والامور دي كلها طبعا هشاركها برضك معاكم واحده واحده. كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو انا اسف لكم جدا وبقولها تاني ان انا ما شاركتكمش ده في الفتره اللي احنا عملنا فيها ده، بس انا حبيت ان انا اعلن في الوقت ده، وانا شايف الوقت ده بالنسبه لي هو الوقت المناسب للموضوع ده. النقطه بقى اللي في ناس كتير قوي منكم ممكن بقى تبقى هتسال عليها وعايزه تعرفها، اللي هو هل انت بقى بعد جوازك يا بكر هتسيب التيم او مش هتصور فيديوهات على اليوتيوب تاني؟ لانك انت قلت بقى قبل كده انك انت بعد ما تكمل نص دينك او هتبدا انك انت تعتزل السوشيال ميديا. بصوا، هي فكره الاعتزال على السوشيال ميديا ده مش قرار سهل انك انت تعمله، تمام؟ بس برضك مش قرار دايم او مش مشوار دايم هتفضل فيه طول عمرك. لازم هتوقف وهتعمل ستوب في وقت معين علشان خاطر تبدا ترتب لحاجات تانية زي بقى مشروع او شغلانه تانية تبدا انك انت ترتب لها. لان طبعا السوشيال ميديا زي ما انتم عارفين هي مش مضمونه بنسبه 100% وما يعتمدش عليها برضك بنسبه 100%. فاحنا والشباب موجودين مع بعض لاخر العمر، ابتديناها من البدايه. ولما حد يفكر ان هو يعتزل السوشيال ميديا هيبقى اعتزال الفريق كله من على السوشيال ميديا. فاحنا ابتدينا من البدايه وطلعنا سلم واحده واحده مع بعضينا، وهنفضل لحد اخر نفس فينا في السوشيال ميديا موجودين مع بعض، قلبنا على قلب بعض وايدينا في ايدين بعض، وعمرنا ما هنسيب بعض نهائي. فشكرا لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو وصلت الفيديو لحد هنا. حابب بس ان انا اشكركم جدا جدا جدا، لان انتوا ليكوا فضل كبير قوي عليا وعلى الناس كلها وعلى الفريق كله. اذا كان اي حد فيهم انتوا ليكم فضل كبير قوي علينا، وباذن الله نعيشنا وطلينا عمر مكملين مع بعض وفي ظهر بعض لاخر العمر. فلو انت وصلت الفيديو لحد هنا وما عملتش لايك، مش هجبرك انك انت تعمل لايك. حابب تعمل لايك انزل دلوقتي حالا اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تتابع وتشوف كل الفيديوهات الجديده. لان انا عارف ان اللي هيحصل الفتره الجايه اذا كان بقى في تجهيزات الشقه او بقى في العزال او في الفرح او الحاجات ده كله مش هيحصل تمام في الموضوع. انا عارف ان اصحابي مش هيمشوا الموضوع كويس، لازم يحصل بوظان، لازم يخربوا حاجه، لازم يكسروا حاجه، مش عارفين مين هيخرج منها مصاب ومين هيبقى سليم. فبس هنقفل الفيديو بتاعنا لحد هنا، لخصت لكم الحكايه كلها كامله واحده واحده، وباذن الله نعيشنا وطلينا عمر الفتره الجايه في فيديوهات كويسه جدا. ولو انتوا برضك حابين تعرفوا تفاصيل اكتر او في حاجات فاتتني وحابين انكم تعرفوها قولوا لي عليها في الكومنتات بتاعه الفيديو ده، وتابعني على الانستجرام. هناك هبدا ان انا احكي لكم برضك واقول لكم لو في حاجه فاتتني وانتوا عايزين تعرفوها هعرفكم كل حاجه. وشكرا ليكم، مع السلامه. الشرقاوية تقول دمار، مش على العادي لا إصدار. معكم بكر والتتار، حرب وقامت مش هزار. على اليوتيوب أنا موجود، فيس وإنستا واتس ردود. البص حضر بيولع، جمع نفسك ليه مخدود.